استغلال الفرص. احنا في الوقت الحالي معانا فرصة قوية جدا، وهي التسويق المجاني من غير اي فلوس، ولكن مش هتصرف فلوس، لكن المجهود بتاعك لازم تبذله على قد ما تقدر. ليه؟ دلوقتي انت تقدر تعمل اكونت جديد للستور بتاعك على تيك توك، انستجرام، فيسبوك، سناب شات، يوتيوب. تقدر تنزل محتوى على كل المنصات دي وتتشاف، ويبدا الناس لو شافتها واعجبت بيها هيروحوا على الستور بتاعك، فهيجي لك مبيعات، فهيجي لك اوردرات بدون ما تصرف اي حاجه. بس طبعا في نقطه لازم تعمل حسابك. لو انت مثلا في مصر وهتنزل كونتنت، فاعمل حسابك انه هيتشاف في مصر، لان كل المنصات دي عارفه عنك كل حاجه، عارفه والله ان انت قاعد هنا وبتحب ده وبتشوف ده، والحاجات دي هتنزل للناس اللي في بلدك، مش هتبقى للناس اللي بره. لو انت مثلا في الامارات هيظهر للناس في الامارات، ولكن برضه هيظهر لجزء كبير من مصر. ليه؟ لان المنصات عارفه ان انت كنت في مصر وسافرت الامارات، او كنت في بلدك ورحت بلد تانية، فعارفه هما الحاجات دي وعارفه التفاصيل دي كلها. فلو انت بتبيع في بلد غير البلد اللي انت فيها، فانا صراحه ما رشحلكش النقطه دي خالص، لان انت كده بتبذل مجهود في البدايه مش هيتشاف نتائجه لحظيه. بس لو انت عايز تعملها، لو انت في بلد وعايز تسوق في بلد تانية، هتشوف نتائجها على المدى البعيد. بمعنى ان انت هتبدا اعلانات مدفوعه، وهيبدا الناس اللي في البلد اللي انت عامل لهم تارجت ان هم يشوفوا الستور بتاعك والمنتج بتاعك، ويخشوا على الاكونتس بتاعتك ويعملوا لك فولو ويشوفوا المشاهدات. الالجوريزم هيبدا يترجم بقى ايه، ان والله الفئه دي في البلد دي هم اكتر ناس اللي بيشوفوا المحتوى بتاعك وبيتابعوك وبيعملوا وبيسووا. يبدا ساعتها يترجم ويجيب لك بقى الناس دي. بس ده طبعا في المدى البعيد مش في القريب. لو انت عامل اي حاجه غير نيش ستور اللي هو متخصص في حاجه معينه، وباذن الله متارجت ان والله الستور ده انا هركز فيه وهديله كل وقتي وكل حاجه، ومتخصص في مجال كذا، وبحاول على قد ما اقدر اهتم بالنقطه دي وانزل كونتنت تعليمي في الحته دي، وخلاص ده البيزنس بتاعك واللي انت مكمل فيه وكل حاجه، خلاص اعمل دي. غير كده انت بتضيع وقتك، لان ده مش هيفيدك. لان انت لو هتعمل جنرال ستور او مجرد منتج بتجرب عليه وخلاص، هتجرب غيره كذا وكذا وكذا، مش هتنفعك قوي. عشان كده انا دايما بفضل ان انت تركز في تخصص معين، لان انت هتقدر تبني عليه حاجات كتير. هتقدر تعمل المحتوى المجاني، هتقدر تتصدر في جوجل، بحيث ان جوجل برضو فهم ان المتجر بتاعك والله ده بيبيع معدات خاصة للجيم، الناس اللي بتروح الجيم بتشتري منك، فخلاص هو فهم حاجه شبه كده. عكس لما كله تبقى سايح في بعضه، ولا الجوريزم فهماك ولا اي حاجه فهماك، وبتجيب ماشي اوردرات من حاجه معينه، بس لو فكرت تقلب الالجوريزم هيحصل لها كده ايه، تاخد وقت على ما تفهم وتحول، وهيحصل حاجات كتير. فعشان كده دايما انا بفضل تتخصص. تقدر تعمل المحتوى المجاني، تعمل اكونتس على كل البلاتفورمز دي، وتبدا تنزل بقى اي محتوى تعليمي، نصايح، تبدا تنزل حاجات للبيع. هيكبر معاك البيزنس، هيكبر معاك، يحوله بدل ما هو دروب شيبنج عادي، لا يبقى براندد دروب شيبنج، اللي هو اسم فعلا اقدر اشتغل عليه لسنين قدام، مش اضرب واجري. اضرب واجري دي لو دخلت فيها يعني ممكن منتج يظبط معاك يبقى خلاص ده مكمل معاك، اضرب واجري، عشان برضو نكون صراحه. بس لو عايز فعلا تكبر وعايز تقلب الستور ده من مجرد مثلا ستور لبراند حقيقي، يبقى لازم تعمل كده. وفي النهايه طبعا لو عندك اي استفسار تقدر تسيبه في كومنت، تقدر تتواصل معايا على انستجرام، اللينك في الديسكريبشن. وطبعا كيب